راح نعمل أكل يا ماما. رح أعمل لك اليوم يا شهومة أطيب وصفة فروج ببطاطا. يلا تعوا معي لتشوفوا الوصفة، سهلة ومقرمشة. بالبداية رح نقشر البطاطا. هون ما كان عندي مفرمة فما تعبوا علي عادي. تأملوا معي هالمنظر، نحن عم نشتغل شايفين ما شاء الله منظر بشهي بجنن. هون قطعت البطاطا. ما عادي شلون بتكون، في ناس بتقطعها مدورة شلون ما بتكون، بس كانت البطاطا عندي منيحة قسمتها بالنص. رح نتبل الفروج. عندي نص معلقة كزبرة ونص معلقة بهار ونص معلقة فليفلة. الثوم قول لي انت. بحط الطعم. هون شهومة بده يحط الثوم ويساعدني. هون بتضيفوا الملح حسب الرغبة، بس يعني معلقة واحدة. وشوية زيت. أنا ما كان عندي دبس فليفلة، ضفت فليفلة حمراء. بس إذا عندكم دبس فليفلة ضيفوا، بتعطوا نكهة. وهون بنفركهم مع بعض الدجاج وبنفركهم منيح لحتى تتغلغل التبلة بقلبه. مثل ما لكم شايفين منظره بشهي. ريحة التوابل عن جد بتشهي القلب. هون البطاطا كمان تبلتها نفس الشي، نص معلقة كزبرة وفليفلة وبهار وسبع بهارات يعني، وزنجبيل وتوم. مثل ما لكم شايفين موضح عليكم، وملح وشوية زيت زيتون. بتخلطوهم مع بعض منيح. هلا هون رح اضيف مية البندورة. انا بحب اضيف من مية البندورة الحامضة السورية، بس ما كان متوفر عندي فضفت بس من مية البندورة الحلوة. وهيك كانت النتيجة. عن جد بتشهي ومقرمشة وتغرف القلب. أول واحد بدأ. وهي اول لقمة لشهومة وصحة وهنا.